اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيه كيكه تحفه. طبعا انتوا عارفين في الشتاء بنحب بقى الكيكه والبسيسه والحاجات اللي هي بتدخل الفرن عشان تدفينا البيت. وكمان واحنا قاعدين كده قدام التلفزيون بالليل كده في السهره نعمل صينيه كيكه من دي، او الصبح كده اما نصحى نعمل صينيه كيكه مع شاي بلبن، يبقى فطرنا وحاجه ايه اخر حلاوه يعني. ان شاء الله تعجبكم. وممكن كمان على فكرة يا بنات تعملوها في أعياد الميلاد وتعملوا منها تورتاية، وكمان رأس السنة. خلاص كل سنة وانتوا طيبين. ممكن برضو تعملوا صينيتين من اللي انا هوريهم لكم، مقادير بسيطة صدقوني قوي قوي. تعملوا صينيتين وتعملوا احلى كيكة بقى، طبقات بقى. وبصوا ان شاء الله تعجبكم. شايفين قد ايه هي طرية اصلا؟ عايزة اوريكم كذا قطعة طرية جدا وهشة وجميلة. لو انت اول مرة تشوفيني بقى ما تنسيش تشجعني بالاشتراك واللايك بتاعك والكومنت بتاعك الجميل. تمام، يلا بينا بقى نسمي الله ونخش على المقادير. معانا كوباية ونص من الدقيق، ومعايا كوباية ونص من السكر الحبيبات، ومعايا 3 بيضات. بس انا هشيل بيضاية وهحط 2 بس. والله استخدمت في الوصفة دي 2 بيضة بس، عشان لو البيض معايا كان كبير. لو البيض معاكي صغير حطي 3. ومعايا نص كوباية زيت على سمنة او زيت على زبدة صفرة. تمام، السمنة بتديلها طعم كويس جدا، او الزبدة الصفرة. تمام، او ممكن تحطي زيت بس لو ما عندكيش سمنة او زبدة. وكوباية الا ربع من اللبن الدافي، يا ريت تخليه لبن دافي. وطبعا المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة، وبالذات البيض. تمام، ما يكونش ساقع خالص. ومعايا معلقتين صغيرين من البيكنج باودر او الشيف كيك. خلاص، ومعايا معلقة خل وذرة من الملح، رشة كده من الملح. ومعايا باكو فانيليا. اول حاجة هنضرب البيضتين معانا بالمضرب. طب ما عندكيش مضرب اضربيهم في الخلاط كويس جدا، وبعد كده هتنزلي عليهم بالسكر تدريجيا، وبعد كده تنزلي عليهم بنص كوباية الزيت مع السمنة، وبعد كده تنزلي عليهم بكوباية الا ربع من اللبن. تمام، كل ده في الخلاط، المواد السائلة كلها في الخلاط. هنيجي هنا بقى رشة الملح على الدقيق، وكمان حطيت المعلقتين الصغيرين البيكنج باودر او الشيف كيك. انا استخدمت الشيف كيك. تمام، وحطيت في الخليط كمان معلقة كبيرة من الخل، بتساعد ان الكيك بتاعك يرتفع. واهم حاجة يا بنات عشان الكيك بتاعك يرتفع يكون المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة. وكمان لما تروحي تسوي الكيكة تكوني مجهزة الفرن بتاعك من قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة، تكوني مولعة على الفرن. تمام، بعد كده بقى حطيت الدقيق تدريجيا. حطيت 3 معالق ب3 معالق، احط ال3 معالق ادوب، وبعد كده بعد ما يختفوا احط ال3 معالق التانيين، وهكذا لحد ما كمية الدقيق معايا كلها خلصت. شايفين الخليط بتاع الكيك تحفة يا بنات، والله بجد كان تحفة وناعم وجميل جدا، ولا تقيل ولا خفيف. شايفين تحفة. دي صينية بقى مقاس 26. هجيبها ادهنها من الزيت، وبعد كده ابطنها بالدقيق، واحط الخليط بتاعي، واكون مجهزة الفرن قبل ما ادخل الصينية بتاعتي قبلها ب10 دقايق، واروح مدخلاها لمدة نص ساعة او 25 دقيقة بالظبط على درجة حرارة 180. طيب هحطها على انهي رف؟ هحطها على الرف اللي هو قريب من الفرن من تحت، ما حطيتهاش على الرف الوسطاني. تمام، حطيتها على الرف اللي تحت. قعدتها حوالي 25 دقيقة، وبتروحي مختبراها. لقيتي الخلة بتاعتك او السكينة، طرف السكينة بتاعتك طالع نضيف، يبقى هي خلاص كده استوت. لقيتي فيه عجين كده، يبقى هي عايزة كمان 2 3. خلاص، تشغليش عليها الشواية خالص، هي بتاخد لون لوحدها، هو الفرن من تحت بس. والكيكة بتاعتنا طلعت تحفة وجميلة وطرية، وبجد طعمها هايل. ممكن لو انت ما بتحبيش السكر الزيادة في الكيكة هتحطي 1.25 كوباية بس من السكر. تمام، هتشيلي ربع كوباية.
لكن انت عايزاها زي طعم الهوز بالظبط، طعمها تحفة يا بنات والله زي الهوز بالظبط. انتوا عارفين الكيكة دي الاطفال بتحبها قد ايه. انا ما شاء الله انا عملتها بالليل وقلت الصبح نفطر بيها جنب الشاي بلبن. مجرد ما انا قطعت قطعة منها كلهم عايزين كيكة، ما شاء الله خلصت من كتر حلاوتها. عيالي حبوها جدا جدا بجد، هي طعمها كان هايل، عجبتنا كلنا ومرتفعة وحلوة زي ما قلت لكم. تقدروا كمان تعملوا منها التورت، وب4 بيضات تعملي صينيتين ماشي، وتروحي بقى حاطه نص شوكولاته او اللهم صل على النبي او كريم شانتيه، وتظبطيها كده وتعمليها لعيد ميلاد او لرأس السنه. كل سنه وانتم طيبين، هتبقى حلوه معاكم جدا. ما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايك، كمان اللي يجرب الكيكه ديت يا ريت يكتب لي في الكومنتات هل طلعت معاكم كويسه زي ما طلعت معايا كده ولا لا. صدقيني انت لو اول مره تعمليها ومشيتي على الخطوات اللي انا بقولك عليها هتطلع جميله جدا. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تعملي المواد السائله كلها في الخلاط، وبعد كده تحطيهم في بوله وتضيفي عليهم الدقيق والبيكنج باودر، هتطلع معاكي تحفه ان شاء الله. شكرا لكم جدا، يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. مع السلامه.